السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا. ما معنى كلمة معلش؟ دايما تسمع أي حد يكلمك، واحد مثلا تلاقي واحد يراضيك يقول لك معلش، تلاقي واحد برضه بيعتذر لك ويقول لك معلش. الله، معلش؟ هو معلشك أنت ولا معلش أنا؟ يعني أنت بتمعلش مين؟ بغض النظر عن إنه بيمعلش روحه مش بيمعلشني أنا، يعني المفروض هو بيعتذر لي فيقول لي معلشك، مش يقول لنفسه معلش. حاجة غريبة، يعني إيه معلش؟ أنت بتعتذر لي أنا، فالمفروض تقول لي إيه؟ معلشك، تقول لي أنا معلشك، ولكن المصريين يقولوا معلش، يعني أنت بتعتذر لي يعني أنت بتمعلشني ولا بتمعلش روحك؟ ما تفهمش. ولكن أنا قعدت أدور كتير جدا على معنى كلمة معلش، ومعنى كلمة معلش يعني لازم تفهم ثقافة الشعوب عشان تعرف المعنى، أو لازم تدقق قوي قوي يعني. قال لك إنه كان زمان القاضي لما يجي يحكم على حد كان يقول براءة وما عليه شيء، براءة وما عليه شيء. فلما كان يقول براءة وما عليه شيء فتحولت وتحرفت وأصبحت معلش، وعدنا بنستعملها في حاجات كتير، في الاعتذار، في في اي، يعني عدنا بنستعملها في حاجات كتير جدا يعني. فما تفهمش، بس ولكن انا اللي بيضايقني انك انت بتمعلش انا ولا بتمعلش روحك، هي دي المشكله بالنسبه لي.